هنعمل النهاردة بقى شوربة خضار حلوة جدا وسهلة وبسيطة. هنعمل جزر على كوسة على بطاطس على فاصوليا طبعا، عشان لو في بسلة هنعمل برضو. هنحط هنا زيت ومعاها سمنة، هنحط كمان معاهم بصلاية مفرومة. هنقلب الكلام ده بقى مع بعض، نشوح كده لحد ما ياخد اللون ده، لحد ما ياخد معانا اللون ده كده. ننزل بقى ب3 فصوص من الثوم المفروم. نقلب الكلام ده كله مع بعض. كل التركات دي بصوا امشوا عليها، هتاخدوا معاكوا يعني احلى تورلي في الدنيا يعني. هننزل كده بالخضار اللي هو الجزر والبسل والفاصوليا والبطاطس والكوسة. هنقلب بقى كده ونشوحهم مع بعض لغاية ما نحس ان هما شربوا كده من البصلاية. ننزل عليهم بقى بشوية من الكمون، شوية من الفلفل الاسود، ننزل عليهم بمكعب من المرقة الماجي يعني، ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. ننزل كده برشة من الملح كده ونقلب كده مع بعض، نقلب كده لغاية ما يشرب بقى معانا التوابل. بعد كده ننزل بمغرفة كده من الشوربة بتاعة الفراخ بقى بتاعة اللحمة زي ما تحبي يعني، اي شوربة كده لحد ما تتشرب كده. نفضل نقلب فيها لحد ما تتشرب وتبقى معانا اخر حلاوة. ننزل بقى بعصير الطماطم، القوطة، نص كيلو من القوطة. القوطة غالية يا جماعة يعني مش قادرة اقول لكم. ننزل كمان معاهم بمغرفتين تاني من الشوربة وبس كده. هناخد بقى احلى يعني. بصوا يا سلام بقى لو في طاجن بقى نحطهم في الطاجن وندخلهم الفرن. انا عايزه اقولكم كان عندي طاجن بس للاسف اتكسر يعني. ننزل كمان هنا معاهم بفلفلايه رومي، نقطعها كده 4/4 او نخرطها وكده يعني لحد ما يستوي معانا ويبقى بالشكل الحلو ده. هنقدمه بقى مع رز ابيض، رز بشعريه، رز واحده وواحده، حبايه وحبايه يعني. تحفه يا جماعه تحفه، والريحه بقى مش قادره اقول لكم يعني. بصوا المنظر بيتكلم عن نفسه. ادي كده ده اخر ال الوصفه بتاعتي، ويا رب تكون عجبتكم، تكون خفيفه على قلبكم. ولو عجبتكم بقى طبعا لازم تجربوها تقولي رايكم كده، عشان خاطر احس ان انا بفيدكم يعني ان شاء الله. بس كده اشوفكم بقى على خير، باي باي.